عارف الفلاشه السحريه اللي بتكون مع الهاكرز في الافلام؟ هي الفلاشه اللي بيحطها في اي جهاز فيتحول الجهاز ده سبحان الله كده قدره قادر لجهاز اختراق كامل متكامل في ثانيه واحده. بص ببساطه خالص دي بتكون فلاشه محروق عليها عادي جدا كالي لينكس، ولكن النسخه اللي محروقه عليها دي بتكون جاهزه انها تبوت من الفلاشه نفسها، بحيث ان يكون ان هو حرفيا فتح الاو اس نفسه من الفلاشه. فده معناه ان هو لما بيجي يعمل بوت من الفلاشه اللي بيظهر له مش ان هو هيعمل سيت اب للويندوز او الاو اس اللي هو حاطه، لا، اللي بيفتح معاه هو الواجهه عادي بتاعت كالي لينكس والحاجات اللي هو شغال عليها والتولز والملفات بتاعته، كل ده على الفلاشه. اللي حرفيا بيعتبرها ان هو ممكن نقول ان هو ده البارتيشن سي، هو اعتبر خلاص ان الفلاشه ده بقى هو المكان اللي فيه الاو اس. فحرفيا بيدخل على اي جهاز يعمل بوت منه وبقى معاه جهازه اللي سايبه في البيت بكل التولز بتاعته وكل كمان المعلومات اللي معاه. عموما سهل جدا انك تعمل الموضوع ده، محتاج فلاشه بس تكون اكتر من 16 جيجا وتكون سريعه علشان الموضوع ما يكونش معاك بطيء، وحرفيا مش هتاخد اكتر من 10 دقائق ويكون عندك نفس الفلاشه دي. ويعني لو عايزين تعرفوا ازاي تعملوا واحده من دي فقولوا لي تحت في الكومنتس وانا اعمل لكم فيديو صغير. شكرا، اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.